قريت قصة عن أخلاق الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وعن عفوه، فقلت أجيبها لكم ونقراها سوا ونتدبر فيها كده ونتعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس كده مع الصحابة في بيته، راجل من أحبار اليهود بيسمى زيد بن سعنة. واعذروني، انا يمكن العربي بتاعي ما بيبقاش قد كده، بس بحاول اجتهد ان انا اقرا الحروف صح. زيد ابن سعنة هو من علماء اليهود. دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس ما بين صفوف الصحابة في بيته، واخترق الصفوف كده، دخل بهمجية وبعصبية وأول ما وصل للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام شده من هدومه كده اللي هو بعنف، ويعني كان فظ، كان طريقته مش ألطف حاجة يعني. وقال له بزعيق كده: أوفي ما عليك من دين يا محمد، إنكم بني هاشم قوم تماطلون في أداء الديون. هو يعني فيما معناه إن الرسول كان عليه الصلاة والسلام واخد زي قرض كده من الشخص ده، وهو بيقول له أدي الدين اللي عليك عشان انت من بني هاشم أو العيلة دي بتماطل في أداء الديون. وكان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قد استدان من هذا اليهودي بعض الدراهم، ولكن لم يحن موعد أداء الدين بعد. يعني ميعاد الدين ما كانش جه وقته وهو ماطل، لا هو استدان بس لسه ما جاش ميعاد استداد. بس هو كان من الآخر كده بيضايقه، بينكشه بلغتنا احنا دلوقتي. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهز سيفه وقال: ائذن لي بضرب عنقه يا رسول الله. سيدنا عمر بن الخطاب اتضايق على الرسول، اللي هو انت جاي تتكلم كده ازاي؟ ده الصادق الامين، انت بتتكلم كده ازاي؟ ولا انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ فبقى نشوف حلم الرسول عليه الصلاة والسلام واخلاقه اللي لازم نتعلم منها كلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. يعني قل له يطلب بأدب، وقول لي أنا كمان أستعجل في الدفع. شوفوا بقى أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال اليهودي: والذي بعثك بالحق يا محمد، ما جئت لأطلب منك دينا، إنما جئت لأختبر أخلاقك. يعني أنا جاي أشوف أخلاقك إيه. فأنا أعلم أن موعد الدين لم يحن بعد، ولكني قرأت جميع أوصافك في التوراة فرأيتها كلها متحققة فيك إلا صفة واحدة لم أجربها معك، وهي أنك حليم عند الغضب، وأن شدة الجهالة لا تزيدك إلا حلما. يعني حتى لو أنا كنت فظ وبطلب حتى حقي، هو حقه بطلبه بطريقة مش حلوة، ولكن انت كنت حليم معايا، كنت في أخلاق وعفو. فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. وأما الدين الذي عندك فقد جعلته صدقة على فقراء المسلمين، وقد حسن إسلام هذا اليهودي واستشهد في غزوة تبوك. شوفوا بقى، كان يهودي وعالم من علماء اليهود، وربنا سبحانه وتعالى كاتب له الهداية وكاتب له انه يموت موتة شهداء. سبحانك يا رب. ليه؟ عشان اخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام اللي شافها في موقف زي ده، اللي اكدت له ان هو رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ويعني
دي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة. أشوفكم في رحلة جديدة وحكاية جديدة إن شاء الله.